لو صاحية من النوم ووراكي 100 حاجة هقولك انا تعملي ايه. بوست عجبني جدا على النت وقلت لازم اقول لكم عليه زي ما انا شفتكم، ولازم افيد الناس، يعني لعل عسى يعني حد يستفاد، يعني مش كفايه انا مش هستفاد، لا اي حد يستفاد. فهقول لك اهو دلوقتي لو صاحية من النوم ومش عارفه تعملي ايه ولا ايه، هقول لك على خطوات بسيطه تبداي بيها يومك هتخلي يومك منظم شويه. أول حاجة تشغلي القرآن بجد يا جماعة. أول ما تفتحي عينك من النوم وتخشي كده تطلعي من الحمام ومش عارفة ايه، تشغلي القرآن على طول، تظبطي كده وتشغلي القرآن، هتلاقي بجد الجو تحسي ان القرآن ده بيساعدك انك تبقي نشيطة. معرفش والله العظيم انا برضه لما بشغل القرآن والله العظيم بجد بحس ان انا نشيطة وحياة ربنا. واحدة كده بقى تخشي على فتح الشبابيك كده، تفتحي الشبابيك كده، خلي الشمس والهواء يخشوا كده. مفيش هوا، الجو حر اصلا. بس تخيلي الهوا يا جماعة، وشغلي بقى مبخرة أو فواحة. طبعا لو عندك حساسية أو عندك أطفال بلاها أصلا، بلاش أي وجع قلب وكده. لو هتطلعي حاجة من الفريزر طلعيها. طبعا أنا من رأيي طلعي حاجة من الفريزر دي أول ما تقومي من النوم، يعني تشغلي القرآن وتطلعيها على طول أصلا يعني. تمام. وبعد كده بقى ايه، اعملي بقى فطار كده بسرعه كده، انت بقى وذوقك بقى، تعملي فطار سريع، تعملي فطار مش سريع، ساندويتش، بصي ايه اللي انت عايزاه. تمام. بعد كده تكتبي في ورقه. انا مش شايفه بصراحه خطوة انك تكتبي ورقة دي حاجة مهمة بصراحة، الا لو رايحة السوبر ماركت. مهم جدا انك تكتبي اللي انت عايزاه، لان الواحد لما بينزل السوبر ماركت اصلا بيحس ان هو بيجيب حاجات ملهاش اي 60 لازمة. يعني بيجيب حاجات يعني عايزها، وبيجيب حاجات مش عايزها، مش عارفة ليه والله. ما علينا يعني. وبعد كده بقى هقول لك بقى ايه، نكمل بقى اللي احنا ايه بنعمله كده. ترتبي السراير، تشغلي المكنسة، وتستعيني بالله دايما، هتلاقي البركة في بيتك ايه كل حاجة بتعمليها. ماشي يا جماعة، والله العظيم أنا بجد 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 أنا نفسي أعمل حاجة من دي أصلا. الناس اللي بتصور روتيناتها في البيت وتقول لك روتين منجز بسرعة جدا، هيخليكي تقومي تنطي من على الكنبة اللي انت قاعدة عليها، تعملي اللي انت عايزاه. بس بجد بجد والله العظيم انا واحده، يعني انا نفسي ابقى نشيطه. انا بقوم من النوم اصلا بحس ان انا عايزه انام تاني، او اقوم من النوم بحس ان انا مش قادره اقوم اعمل حاجه حتى لو مش عايزه انام، مش عارفه اعمل ايه بجد والله العظيم. يعني انا قلت اقول لكم البوست ده يمكن تستفادوا، او تفيدوني لو تقولي على حل على اللي انا